السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعين قناة قارئات تاروت ستار مون؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. النهاردة هنعمل قراءة عن كارما الشريك الظالم. القراءة هتكون بمجموعتين. هنختار بطاقة اسم الشريك او بطاقة الحجر زي ما تحبوا. المجموعة الاولى حرف الالف ب ت س ج ح خ د ز ر ز س ش ص، او بطاقة حجر اللازورد الازرق. والمجموعة التانية حرف الضاد ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه واو ي، أو بطاقة حجر العقيق اليمني أو العقيق البني. ما تنسوش القراءة بحرف اسم الشريك. تمام. طبعا الحروف والأحجار بكون سايباها في صندوق الوصف، لو انتوا حابين ترجعوا لها مرة تانية ممكن تدخلوا على صندوق الوصف وتشوفوها. تعالوا نشوف الطاقة العامة بتاعتكم انتوا الفترة ديت يا أصحاب المجموعة الأولى أو اللي اختاروا المجموعة الأولى. نقول بسم الله ونشوف الطاقة العامة الفترة ديت. طيب، شوفوا طاقتكم العامة بتقول إن انتوا الفترة دي روحانياتكم حلوة أو بتعملوا حاجة فيها روحانيات حلوة. ربما البعض منكم يكون بيتخلص من طاقات سلبية، ربما البعض منكم يكون عنده بداية جديدة، البعض منكم ربما يكون عنده انتصار على شخص ظالم، ممكن يكون الشريك أو أكتر من شخص ظالم في حياتكم على فكرة. بس خلي بالكم إن في حد بيراقبكم، في شخص بيراقبكم. بالنسبة للطاقات السلبية اللي عندكم هي طاقات متجددة، فحاولوا إن انتوا تسيطروا عليها دايما. كمان بالنسبة ليكم يمكن تسمعوا خبر حلو خلال الفترة القادمة، يمكن خلال شهر أو بعد مضي شهر. ممكن يكون الحاجة دي تخصكم أو تخص أولادكم، والبعض منكم ممكن يكون منتظر مبلغ مالي، المبلغ دوت هيجيلكم فجأة، يعني بدون ما تكونوا انتوا يعني هتكونوا مثلا فقدتوا الأمل في انه يجي او خلاص نسيتوا الموضوع. ممكن يكون حاجة انتم مسلفينها لحد وهيردها لكم او كده، والله أعلى وأعلم. طيب تعالوا كده نشوف طاقة الشخص الظالم او الشريك الظالم اللي انتوا داخلين تسمعوا عنه القراءة. فضلا وليس أمرا ما تنسوش الدعم للقناة بالاشتراك لو كنتوا لسه جداد على القناة، أو ما تنسوش كمان اللايك والشير والكومنت. ولو حابين تحجزوا قراءة خاصة ممكن تتواصلوا من خلال الرقم اللي بكون سايباه في صندوق الوصف، عليه واتساب لحجز القراءة. ومن نفس الرقم ممكن تستعلموا كمان عن كورسات الاستشفاء من الطاقات السلبية والتحصين والكورسات الروحانية أو الإرسالات الروحانية. تعالوا نشوف الطاقة العامة للشريك. أولا الشخص ده الفترة دي تحديدا بيعاني من ظلم، ممكن يكون في شخص ظالم متسلط عليه، أو في حد بيعاديه أو واقف له بالمرصاد، أو ممكن يكون هو وشخص معاديين بعض وفي شخص واقف في النص بينهم، والشخص دوت متحيز للطرف الآخر أكتر. تمام. أعتقد إن ده ممكن يكون عمل، بالأغلب ممكن يكون شركاء عمل أو مدير في العمل مثلا أو كده. وللبعض كمان ممكن يكون الشخص ده أو الشريك ده عنده مشكلة قضائية في الوقت الحالي، هو مبتعد على فكرة ومنعزل، والعلاقة بينكم وبينه علاقة اون اوف أو علاقة ابتعاد من فترة. والبعض منكم ممكن يكون انفصل عن الشخص دوت نهائيا من فترة. طيب تعالوا كده نشوف كرمة الشخص دوت ايه. هو في قهر أو ظلم واقع على الشريك، ممكن يكون في أمور مالية عالقة كمان عنده، شايفاه منعزل الفترة ديت كتير. هو بالفعل بدأت معاه الكارما على فكرة، لأنه متكتف بشكل جامد واخد التمن سيوف. وبالفعل هو بيعاني الفترة ديت بسبب ذنبكم انتوا، يعني بذنبكم انتوا، متاخد بذنبكم، لان هو ظلمكم ظلم كبير. ممكن يكون على فكرة اخد منكم مبالغ مالية او حقوق مالية ما ردهاش ليكم او ما رجعهاش ليكم، فبالتالي هو حاليا بيخسر اموال او خسر بالفعل اموال او حد نصب عليه في اموال. انا شايفاه حزين ومبتعد وحاقد على حد، او في زي طار كده بينه وبين شخص.
هو وحيد جدا الفترة ديت، ممكن يكون حزين بسبب بعده عنكم أو حزين بسبب بعده عن شخص كان مهم جدا في حياته، وهو حاليا ندمان على بعد هذا الشخص أو تخلي هذا الشخص عنه. ربما برضو يكون عايش مرحلة تخلي، إن في بعض الأشخاص تخلوا عنه. هو الوضع معاه متقلب من ساعة ما سبتوه أو من بعد ما سبتوه بفترة مش كبيرة، يمكن للبعض بفترة شهرين 3، البعض ممكن يكون سنتين 3، وبدأت بالفعل معاه الكارما. هو عايش في اكتئاب حاليا ونكد كبير جدا، حتى مشاكل في العمل، مشكلة حصلت كمان مع حد من المقربين من بيته، أهله، أخ أخت. حتى الشخص ده على فكرة معاه طرف تالت، معاه طرف تالت عاطفي بالأغلب، يعني مش طرف تالت عائلي بس، لا الأغلب أو 70% الطرف التالت هنا عاطفي، وال30% باقي ال30 هم الطرف العائلي بس. الطرف العاطفي في مشاكل بينه وبينه، والطرف العائلي برضه في مشاكل بينه وبينه، خصوصا لو كان إخوات. ممكن يكون على مشكلة ميراث، ممكن عشان كده عنده خسائر مالية كمان. هو عامة شايفاه الفترة اللي جاية ربما يلجأ لاستشارة شخص. الشخص دوت يعني هيستشيره عشان خاطر يحلله مشكلة ما، بس هو للأسف الشخص ده ممكن يورطه أكتر، ممكن يورطه، أو ممكن ما يلاقوش حل للمشكلة أصلا. يعني في كده وفي كده. خلي بالكم إن ممكن هو يلجأ لشخص هو أصلا بيحقد عليه، فبالتالي هيضله علشان خاطر يرضي غروره تجاه الشريك شوية. طيب هل الشخص دوت بيفكر في الرجوع ولا لأ؟ أنا شايفاه إن هو مازال مقيد بصراحة، ففكرة الرجوع يمكن مش قيد التنفيذ في الوقت الحالي. ربما هو بس بيفكر فيها. يعني لو احنا قلنا مثلا هل هو بيفكر فيكم، خطواته راجع أو مش راجع، هو مش راجع دلوقتي، لأن في فواصل كبيرة جدا بينكم وبينه. بالنسبة للشخص ده عنده أسرار كتير جدا، ربما تنكشف عنه وربما يكشفها عن شخص. لو هتنكشف عنه فهو هيكون حديث أشخاص كتير، وسيرته هتكون متداولة ما بين أشخاص كتير، والأشخاص دول هينتصروا عليه على فكرة، وممكن انتوا كمان تسمعوا عنه. لو القصة إنه هو اللي هيكتشف أسرار، فربما يكتشف أسرار عن الطرف الثالث، لأن أنا شايفة فيه في العلاقة دي خيانة أو حاجات غامضة. ممكن يكون الطرف الثالث مثلا لو معمول لكم أسحار، ممكن يكون الطرف الثالث هو اللي عاملها، وممكن يكون الطرف الثالث بيخونه مع شخص تاني، مع طرف آخر، فوارد دي وارد دي. ممكن يكون الطرف الثالث مخبي أسرار من الماضي، حاجة كانت في وقت الشريك مش موجود فيه، يعني قبل علاقته بالشريك، ولكن ظهرت على السطح في الوقت الحالي، وبالتالي ربما يكون في تدخل من الشريك لما يعرف الموضوع دوت ويحاسبهم، لأن برضو الموضوع ده ليه علاقة بارتباط قديم، والله أعلى وأعلم. طيب تعالوا نشوف كده طاقات الأبراج اللي ظهرت معانا في القراءة. معانا طاقة برج الجدي والدلو والحمل والميزان والسرطان والقوس والجوزاء والثور والعذراء والدلو والحمل، وكمان طاقة برج الجدي والقوس والثور والعقرب والجوزاء والحوت. يعني تقريبا معانا كل الطاقات الناري والترابي والهوائي والمائي. طيب لحد هنا نكون انهيت القراءة مع أصحاب المجموعة الأولى. بتمنى لكم كل الخير كل السعادة. تعالوا نروح لأصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا بطاقة اسم الشريك حرف الضاد ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه واو ي، أو بطاقة حجر العقيق اليمني أو العقيق البني. تمام. الحروف والأحجار بكون سايباها في صندوق الوصف لو عايزين ترجعوا له مرة تانية وتتأكدوا.
تعالوا نشوف كده الطاقة العامة بتاعتكم انتوا الأول الفترة ديت يا أصحاب المجموعة التانية. طاقتكم عندكم تفكير في مسؤوليات أسرة، أطفال، القادم. انتوا مخدوعين في هذه العلاقة، واتخذ منكم أموال، اتنصب عليكم في حاجة كبيرة قوي قوي. مسؤوليات أكبر منكم انتوا محطوطين فيها. لكن الفترة دي هتعدي لأن عندكم فترة قادمة واعدة، فيها راحة، فيها استقرار. بطلوا تفكروا بشكل كبير أو بشكل سلبي، تمام؟ لأن ده بيستنزف طاقتكم بشكل كبير جدا. وأنا شايفة إن في الأيام القادمة هتكون أفضل بكتير، وشايفة إن أعدائكم يعني هيسقطوا واحد تلو الآخر. ربنا هيوريكم فيهم يوم زي ما بيقولوا يعني. كمان أنا شايفة إن عندكم تعويض مالي أو أموال هتجيلكم خلال الفترة القادمة. ممكن تكون أموال مش كتير، عشان أكون صريحة يعني وأمينة معاكم. الأموال مش كتير، بس على الأقل مش هيكون عندكم ديون، أو الأموال دي هتيجي هتسددوا بيها ديون، فأنتوا هتكونوا مرتاحين نسبيا تجاه هذه الأموال لما تيجي. طيب تعالوا نشوف كده طاقة الشريك الفترة ديت. وفضلا وليس امرا، ما تنسوش الاشتراك في القناه لو كنتوا لسه جداد على القناه. ما تنسوش الدعم باللايك والشير والكومنت. لو حابين تحجزوا قراءه خاصه ممكن تتواصلوا من خلال الرقم اللي بكون سايباه في صندوق الوصف، عليه واتساب لحجز القراءه. ومن نفس الرقم لو حابين تستفسروا كمان على كورسات الاستشفاء من الطاقات السلبيه، او الكورسات الروحانيه او الارسالات، من على نفس الرقم. تعالوا نشوف طاقه الشريك. اولا الفتره دي هو عنده طاقه غضب، كأنه بينزعج بسرعة، بيتوتر بسرعة، بيخرج عن شعوره بسرعة، دايما متعصب، دايما متنرفز. ربما يكون الفترة دي هو بيعاني من خيبة أمل كبيرة جدا اتعرض لها مؤخرا، أو في شخص معين عمل معاه موقف مش لطيف فخيب أمله في حاجة. ممكن يكون الشريك مبتعد عنكم أو مسافر لبلد تانية. وعلى فكرة ممكن يكون في بينكم وبينه فروقات شوية، ممكن يكون هو من بلد وانتوا من بلد، انتوا من جنسية وهو من جنسية، في فروقات مثلا في العمر، تمام؟ وممكن يكون بيفكر في رحيل من علاقة، ممكن علاقته بالطرف الثالث. وممكن يكون كمان معرض لترك العمل والبحث عن عمل آخر. هو عنده طاقة رحيل، طاقة مغادرة، إما لعلاقة أو لمكان، تمام؟ الفترة ديت المشاكل كتير، ربما يكون جايله من كذا اتجاه، أو هو مش قادر إن هو يعني يواكب التحديات اللي هو قدامها. عايزة أقول لكم كمان ممكن تكون في مشاكل مع العيلة، مشاكل مع الأصدقاء، بيطلب دعم من حد، ولكن كأن الحد ده متخاذل، أو لما بيتكلم معاه بيحس إن هو مش معني بأمره، يعني قلبه مش عليه، مش مخضوض عليه، او على الاقل يعني مش محسسه مثلا ان هو ذات قيمة عنده زي ما هو كان متخيل. فبالتالي هو خاب امله في الشخصية ديت. تعالوا نشوف كده كارما الشريك الفترة ديت. مم. طيب شوفوا الشخص ده فضل عليكم شخص زمان، دخل معاه في علاقة، يعني طرف ثالث عاطفي دخل معاه في علاقة، تمام؟ الفترة دي في خلاف صعب جدا هيحصل بينه وبين هذا الطرف، ويمكن حد منهم هما الاتنين يضطر للانسحاب من هذه العلاقة، سواء كان انسحاب أبدي أو انسحاب مؤقت. لأن العلاقة دي زي ما كانت معاكم on off، أو تحولت لعلاقة سامة بسبب الطرف الثالث، برضو هتيجي أو جه الوقت اللي تتحول هذه العلاقة لعلاقة صعبة بينه وبين الطرف الثالث، أو علاقة سامة بينه وبين الطرف الثالث. ممكن يكونوا هما على فكرة ممكن يكونوا في علاقة كرمية، هما الاتنين كارما لبعض، لأن العلاقة دي فيها ضغوط. ممكن ضغوط من الشريك على الطرف الثالث في الوقت ده، أو كأن الشريك بيلوم الطرف الثالث على حاجة. هو مش قادر يسيطر على غضبه مبدئيا، يعني مع هذا الشريك مع هذا الطرف مش قادر يسيطر على غضبه. فممكن يكون بيغلط كتير، أو ممكن يخسر الطرف الثالث قريبا، أو ممكن الطرف الثالث يكون برضو من الشخصيات العصبية، أو خلاص مش قادر يتحمل
خطأ اكتر من كده، او ربما يكتشف شيء غلط بيعمله الطرف الثالث، الشريك يكتشف شيء غلط الطرف الثالث بيعمله. برضو من ضمن كرمته ان ربما يحاول يرجع ليكم خلال الفترة القادمة او في المستقبل القريب اللي هو بيكون من 2 ل3 شهور، ولكن بصراحة انا شايفة ان انتوا مش هترضوا ترجعوا له، هتلقنوه درس او هتخلوه يعاني اكتر، او هتتفرجوا عليه وهو بيعاني وهتبقوا مبسوطين، هتقولوا مثلا ده حقنا رجع لنا، او دي كرمتنا ودي كرامتنا اللي ربنا بيردها لنا. تمام. او هتحطوا شروط صعبة جدا للعودة. لو الشخص ده مع طرف ثالث ففي خيانة ربما او تخلي او موقف سيء، موقف فيه ندالة شوية من الطرف الثالث، او مناقشات حادة بينه وبين الطرف الثالث في الوقت ده، والشريك لا يقبل هذه النبرة في الكلام. ربما برضو يكون بيعاني من شيء قانوني، او في حاجة امر محكمة، حكم واجب النفاذ في الوقت دوت لازم ينفذه. آه، او ممكن يكون محضر حد عامله له في الشرطة مثلا او حاجة زي كده، في حاجة قانونية او في الشرطة عامة، وهو واقع تحت السيطرة القانونية في الوقت دوت، او خايف من ردة الفعل او ما ستؤول اليه حياته فيما بعد في المستقبل القريب من جراء هذا الوضع القانوني، يعني الصارم. ربما يكون حد شكيك قضائيا، ممكن يكون انتوا على فكرة. طيب السؤال اللي بعد كده، هل الشريك ده بيفكر في العودة؟ والله اللي انا شايفاه لحد دلوقتي هو في تواصل روحي ما بينكم، بيفكر فيكم، او في ندم او في مقارنة بينكم وبين الطرف الثالث، لكن مش واضح ان هو ممكن يجي دلوقتي ويطلب فرصة. ليه؟ ربما انتوا لسه ما انفصلتوش ومتباعدين واديتوله كذا فرصة وحطله شروط صعبة للعودة، وربما هو يعلم ان هو لو رجع لازم يرد شيء هو كان اخده منكم في الماضي، فهو مش هيقدر يرجع قبل ما يكون في حوزته هذا الشيء، اما امر ما مادي، او حاجة معنوية، او تركه اصلا للطرف الثالث. وممكن لو الطرف الثالث دوت العيلة، فانتوا ممكن تكونوا رافضين العودة في وجود مثلا بيت عيلة، او رافضين العودة في وجود حد متسلط في هذه العائلة، عايزين تبتعدوا او عايزين هذا الشخص يعتذر، وهو مش عارف يجيب للشخص ده ازاي ان انت تروح تعتذر لفلان او فلانة. فدي الكارما اللي هو واقع فيها دلوقتي، تفكير عميق كبير ومشاكل من كل مكان. طيب تعالوا كده نشوف طاقات الأبراج اللي ظهرت معانا في القراءة. معانا طاقة برج العذراء والجدي والسرطان والقوس والأسد والميزان والحوت والدلو والثور والعقرب، وكمان طاقة برج الميزان والحوت تاني والجدي والقوس، وكمان طاقة برج الثور. طيب لحد هنا أكون أنهيت القراءة كمان مع أصحاب المجموعة التانية، بتمنى لكم كل الخير والسعادة. خلوا بالكم على نفسكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.